اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة غامضة عندها علاقة بعالم هوليود، وما أدراك ما عالم هوليود. بالنسبة لي كنشوف الشيطان تما لاعب لعبته. ما علينا. هاد القصة من أخطر النظريات والمؤامرات في التاريخ ديال الهيب هوب. توباك ونوتوريوس بي اي جي، أكبر رايفل داز في التاريخ الراب وأكبر بيف، بحال كتقول ميسي ورونالدو الراب. 1996 توباك شاكور تم الاغتيال ديالو في ظروف غامضة بزاف، وما داش عليها بزاف حتى كان الدور على بي اي جي. أسئلة كثيرة والجواب غامض. واحد من النظريات القليلة في النقاش هي أن واحد خونا قريب من بي اي جي، قريب منه بزاف، شاف من الموت ديال توباك فرصة باش يصفي الحسابات ويسيطر على عالم الراب وما يبقى عنده حتى منافس. ولكن الغريب أنه حتى مقتل بي اي جي اللي كان صديق مقرب ليه ممكن يكون جزء كبير من الخطة الأكبر. وماشي غير هادشي، كاين ما أكتر. كاين أدلة كتبين بلي هاد الشخص كان سبب في الموت ديال مايكل جاكسون أسطورة البوب بسبب صراع سري معه. واش فعلا هاد الشخص هو العقل المدبر وراء واحد من أخطر المؤامرات في تاريخ الموسيقى؟ واش هاد الجرائم كلها كانت جزء من لعبة خطيرة الهدف ديالها السيطرة الكاملة على الراب جيم؟ وكيفاش دخل في شبكة الدعارة والتهديدات اللي هدد مشاهير كبار؟ شكون هما الضحايا ديالو؟ شكون جروا للمحكمة؟ وفين وصلت القضية ديالو؟ وكيفاش بلان 1000 قرعة ديال زيت الدراري الصغار اللي لقاو في القصر ديالو ملي دخلوا عليه الاف بي اي؟ خليكم معنا وما تنساوش تابوناو باش نعاود لكم اللي عمركم سمعتوه. ما تنساوش ريلاكس، سيت يور سيلف، واجي نعاود لك. شون جون كومبز، معروف باف دادي ولا ديدي، تزاد في 4 نوفمبر 1999 في نيويورك. من صغره هو عنده فيجن وطموح وحب كبير للموسيقى. كبر في مدينة إجرامية خطيرة سميتها هارلم. الأم ديالو كانت خدامة 2 خدمات باش توفر ليه حياة مزيانة بعد وفاة باه اللي كان متورط في عالم الجريمة. شد ديجري في إدارة الأعمال من جامعة هاورد. بدا المسار المهني ديالو في مجال الموسيقى كمتدرب في شركة أب تاون ريكورد، وهادشي خلاه يتعلم الحرفة وما طولش حتى دار سميتو في الساحة. مور ما أسس باد بويز ريكورد اللي سنات مع فرانش مونتانا في البدايات ديالو فاش يلا كان مشى الميريكان وبدا الراب. باف دادي دار ثورة في التسعينات حيت قدر يوصل بزاف لي زارتيست ويبينهم. كان كيامن انه غيكون من اكبر الشخصيات في امريكان وقدر يوصل ليها. دابا مشيو لعام 1989، واحد خونا في الكروه هز المايك وكيفريستايلي، ناض صاحبو صورو وصيفط الفيديو لديري. ديدي شاف التالنت في البرهوش. خونا عنده واحد الفلو اللي عمرو تسمع من قبل، عيطلو وجلس معاه وقنعو باش يسني معاه $25,000. هكا كانت البدايات ديال نوتوريوس بي اي جي اللي كان سايق الراب في الايست كوست في التسعينيات، وهو اللي عطى شهرة كبيرة لباد بوي ريكوردز. وفي الجهة ديال الويست كوست كان توباك، كان حاكم الجيم تما. البلانات ديالو هما رقم 1 في المبيعات. عام 1993 تلاقى هو وبي اي جي. كانت علاقتهم زوينة حيت كان توباك كيوري بي اي جي كيفاش يولي يحقق ارقام في المبيعات، حيت باك كان قديم عليه. بزاف كانوا كيشوفوهم صحاب مقربين، ولكن اللي غيوقع من بعد يبدل كلش. عام 1994 توباك تعرض لواحد محاولة اغتيال في واحد استوديو في نيويورك، وكان كيشك بلي بي اي جي وعصابته عندهم علاقة بالبلان. من بعد هاد الحادثة بدا العداء ما بين توباك وبي اي جي وبين الايست والويست كوست. وباف ديري عجبو الحال حيت خون بيزنس مان ما عندوش الربح في انهم يكونوا في علاقة مزيانة ولا هذا. اللي همه هو انه يدخل الفلوس، وفري دخل فلوس صحيحة مور هاد البيف حيت بي اي جي تعرف بزاف. توباك توفى في 1996 وبي اي جي في 1997، يعني بيناتهم عام، وبجوج ماتوا بنفس الطريقة. طلقات نارية من طونوبيل. كان مسيطر في الراب جيم داك الوقيته واحد خونا اللي استغل هاد العداوة باش يصفي الطريق قدامه ويبقى حاكمه. هاد خونا هو باف ديري. قتل باك وبي اي جي ودخل الشوق للحبس. والشوق هو اللي كان مول ديت رو ريكورد اللي كانت ثانية مع توباك، وكانت كذلك ثانية مع أغلب أرواب اللي مشهورين في داك الوقيته، منهم ايزي اي، سنوب دوغ والليست طويلة. ديدي كان شد الجيم لواحد درجة كبيرة، لدرجة باش توصل العالمية خص ضروري تدوز على ديدي ولا تحتاجه ولا توقف عليه، حيت عنده نفوذ وتأثير كبير في الجيم. بزاف د الفنانة ديجا هضروا على هذا البلان. باش توصل في الراب ولا في البيزنس الموسيقى خاص تكون قريب منه ولا عندك معاه دي كونتاك،
وصلوا بسبابه بزاف، منهم نوتوريوس بي اي جي، ماري جين، وحتى اشرو 50 سنت اللي بدورو كيخرج دابا بتصريحات كي اتاكي ديدي، وقال في شحال من تصريح باللي ديدي مثلي جنسي وشحال مرة طمع في 50 سنت. وكذلك كيدوي على البلان الحماق اللي كان كيدير في الحفلات ديالو اللي فيها داك الشيء مريزل. هادشي غيدينا للقضيه الاكثر غموضا في القصه ديال ديدي، هي الاتهام ديالو بالتورط في شبكات الدعاره والاستغلال. القصه ماشي بسيطه، كاين بزاف ديال التفاصيل الصادمه اللي كتربطو بتصرفات خطيره. بزاف الفنانين كيتهموه باستدراجهم لمواقف غريبه وخطيره، وكان كيزطمهم باش يدخلوا لحفلات خاصه كيقولوا لهم الفريك اوفز، اللي داكشي اللي كيوقع فيها ما يمكنش نقولو. اللي كيزيد ينوغش هو الاتهامات اللي كتقول خونا كياخذ فيديوهات ديال الفنانين هما في مواقف مخله مع بنات قاصرين باش يهددهم ومن بعد يسيطر عليهم. كيخدم هاد الوسائل الضغط باش يسكتهم ويدير داكشي اللي بغا، ولا في المقابل يخرج ليهم على الكارير. خونا عنده شي معارف بزاف وكبار وعندهم نفوذ، يا اما عرفوهم في الدومين ديال الموسيقى ولا فايتجاو الحفلات ديالو. بزاف الناس كيهضروا على كيفاش عنده علاقات مع البوليس والاف بي اي، واللي كتخلي حتى واحد ما يشك فيه ملي كيدير المنتف حيت كيضمصوها بيناتهم. وكذلك عنده علاقات مع ناس كبار في العالم، من رجال اعمال وسياسيين وحتى زعماء دول وملوك ورؤساء. هادشي باش يزيد النفوذ ديالو ويضمن الحمايه ديالو باش يكبر الامبراطوريه ديالو. الفضيحه اللي جات مؤخرا ماشي من فراغ، بزاف ديال الناس تسائلوا شكون اللي دعا بالضبط وشنو كاين ورا هاد القضيه اللي دارت ضجه. بزاف شكاو بيه، واغلبيه عيالات سواء كانوا معاه وتعدى عليهم ولا كان كيستغلهم جنسيا في الحفلات ديالو. رودني ستونز برودوسر ديالو كيدعي هاد الاخير بانه تعرض لاستغلال من طرف ديدي، وكان مجبر يخدم وفق شروط قاسيه، كيمارس عليه ضغوط نفسيه وكيهددو بشي فيديوهات شاد عليه. خونا كان مزيرو، كان كيبززو باش يمشي الحفلات اللي كيدير، وكيبززو يدير شي لعيبات منافين للاخلاق ديالو. جون كومبز ديدي جد 17 سبتمبر 2024. مؤخرا هذا العام تهم الاتجار في الجنس والابتزاز. تعلن على البراءة ديالو من التهم، ولكن القاضي ما عطاش الكفالة، يعني غيبقى في الحبس حتى الموعد المحاكمة. الاتهامات كتشمل انه كان كيدير مجموعة اجرامية مورطة في تنظيم حفلات اللي استغل فيهم البنات تحت تأثير المخدرات. الادعاء كيقول انه استخدم موارد شركته باش يسهل هاد الافعال ويفرض السيطرة على الضحايا. زيد عليها العيالات اللي اتهموه بالاعتداء الجسدي والنفسي. سنين هادي هادشي مور ما نضد دعاوى العام اللي فات، ومنهم الخطيبة ديالو كيسي اللي قالت انها تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي. كيقولوا باللي لا قدرت تثبت عليها التهم غادي يضرب فيها حياته كاملة في الحبس، ولا مع حكم ادنى ديال 15 عام بسبب 3 الجنايات اللي عليه. الابتزاز كتوصل للمؤبد، الاتجار الجنسي على الاقل 15 عام، والنقل لاغراض الدعارة عقوبة ديال 10 سنين. بينا تكونوا سمعتوا 1000 قرعة ديال الزيت ديال الدراري الصغار ولا هاد البلان، ولا شفتوا شي ميم عليه. فاش داهموا الفدز الدار ديالو بقاو كيقلبوا في داك المانشن ولا في داك القصر، لقاو عنده ستوك فيه 1000 قرعة زيت الأطفال، وبالضبط الدار اللي كيدير فيها الحفلات. هادشي في شكال عند ديدي، أكتر واحد ريزيلي في هادشي د الحفلات. وناض المحامي ديالو مؤخرا خرج في واحد الفيديو قال به باللي داك الكمية ولا داك الستوك ديال زيت الأطفال اللي كان عنده، حيت هو ساكن حدا واحد الماركت سميتها كاتس دو ولا ما عرفتش بالضبط، اللي هي واحد المحل كيبيع بالجملة، وبسببها كان عنده هاد 1000 قرعة ديال الزيت. انا وانتوما عارفين بلي هاد المحامي قال هاد اللعيبة غير حيت ما لقى ما يقولوا صافي، حيت خونا فريمون مريزل. هاد ديدي مريزل، وديدي ممكن يكون متورط في واحدة من اكثر الوفيات غموضا ديال المشاهير، مايكل جاكسون. كلشي عارف بلي ملك البوب مايكل جاكسون مات بظروف غامضة في 2009، وداك الشيء رجعوه لإهمال طبي. ولكن واش كاين ما اكثر؟ ديدي اللي كان محاط بالناس اللي عندها نفوذ كبير كان عنده اسباب اللي خلاته يقتل مايكل، خصوصا بعد ما بان ان الجارد كور اللي كان ديال مايكل جاكسون مور الوفاة ديالو ولا خدام عند ديدي، وماشي غير ولا خدام عنده بل كان اليد اليمنى ديالو. هادشي غريب، هادي اخطر واغمض قضيه غادي تدوز في التاريخ ديال الموسيقى، تقدر تكون في التاريخ ديال هوليود كامل. وهادشي غير اللي خارج واللي بان في الميديا، اما داكشي اللي ما عارفينوش حنايا راه يكون بزاف كاع.
كلنا كتعجبنا الموسيقى، ولكن هاد القصة بينات لنا كلنا بلي الصناعة الموسيقية من الداخل قادرة تكون مظلمة وشيطانية بطرق ما عمرنا تصورناها. بزاف الفضائح والجرائم تفضحوا على مرس من ابتزاز واستغلال جنسي وكواليس مظلمة بين نجوم كبار ديما كيحاولوا يخفيو هاد الشيء، ولكن بغاو ولا كرهوا كاينين قصص فساد وناس مستعدين يديروا اي حاجة باش يبقاو في القمة. بزاف كيحاولوا يهربوا من هاد الدوامة، ولكن اللي فوق منهم عندهم يد طويلة وكيتحكموا في حياة الناس بلا ما حتى واحد يعرف شنو تما.